ناس جنوبيين تعرف الكلام ده كويس. احنا في الدياسبورا هنا عندنا مجاميع كده معينة. We take the problem of South Sudan very serious. عشان كده لو جينا في اللايف فيديو عارف بانه احنا جايين لشنو، عارف انه يعطي رسالة احنا جايين نقدم كويس سيمبل. وان شاء الله لو مشاكل جنوب السودان ده انتهت ما في زول تاني على السوشيال ميديا. انا جاي الليلة اتكلم في حاجات بسيطة زي ما انا قلت شورت مسج للجنوبيين. انا شايف الدنيا كله قاعد يبكي، الجنوبيين كله قاعدين يكوركوا. انه ليه قتلوا دينكا؟ دينكا ده منو عشان ما يقتلوا؟ دينكا ده الله الجنوبيين ولا دينكا ده الرسول للجنوبيين؟ دينكا ده ليه الناس بكوركوا انه ما يقتلوه؟ انا جاي هنا احيي الشباب الكله قاموا بالعمليه في على النيل. جاني احييكم. انا ما اعرف انتوا يا مجموعه، لكن انا سمعت حاجه انه قال يا اخي دي معلمين شباب، وعشان انه ده معلمين ده شباب انا فخور بيكم، فخور بيكم كويس. اسمعوا الكلام ده كويس، انتوا شباب اللي قمتوا بالشغل ده انا فخور بيكم، فخور بيكم. لان امك ده ما بيجي تاني في الدنيا، لان اختك ده ما بيجي تاني في الدنيا، لان جناك ده ما بيجي تاني في الدنيا، لانه مرتك ده ما بيجي تاني في الدنيا. انا قاعد ذبوا شنو؟ زولنا ما نموت ما برجع تاني في الدنيا. الزول لما نموت ما بيجي تاني في الدنيا، ما برجع تاني في الدنيا. ولا الزول لما يقتلوا ما بيجي تاني في الدنيا. انا داير اقول لكل شباب بتاع نوير، لكل شباب بتاع جنوب السودان، لكل 63 قبيله، الشغل اللي انتوا اشتغلتوا ده دي الشغل بتاعت اساتذه، ده الشغل بتاعت زول عنده عقل وقرا راس بشير قاعد فكر في شنو. والزول ده شباب ديل انا نفسي يا جماعه ترسلوا لي رقمهم وعشان نحييهم في التليفون. شباب اللي اشتغلوا الشغل في على النيل هناك ديل انا دايرهم يمشي لبدن. وانا داير ناس بول، انا سمعت هسه يومين ده ناس بول نوير ناو the thing get on their head now. شكرا لكم يا شباب بتاع بول ديل، كان ديتكم فعلا عملتوا كلام ده، شكرا لكم. لازم تقوم فوق. حاجه اسمه دينكا ده شيطان، ده الشيطان اللي قاعد يحارب جنوبيين من في سنه 1956. دي شيطان المجعجع الجنوبيين الصوارين اللي بيحمهم قضيه جنوب السودان. عشان كده قلنا شنو؟ خرنا كمبيوتر والانترنت ده دي خرنا حلوه جميله والناس عارفين فيه حاجات. الواقع بقول 1 2 3. السياسيين بقى ما موجودين في الساحه. انتوا عارفين ليه؟ احنا شغالين لكم، قاعدين نقدم لكم كل حاجه اللي انتوا دايرينه، انه تمشوا لقدام كيف، انه تعملوا شنو.
كويس. الجعلية انتهت، لكن الدينكا هم لسه عايشين في الحماين بتاعت الجعلية. الجعلية دي انتهت. احنا في الواقع دولة الانترنت، دولة المواجهة، دولة انك انت بتشوف حقك بعينك. كان جنوبيين قبل سنين الفات عيونهم كان بعيد، بالهم كان بعيد، بالهم كان بفوكس للسياسيين اكتر، كانوا بفوكسوا للسياسات اكتر. وعشان انه هم جولوا انفسهم وقعدوا كده، قال يا اخي خلينا قرينا نسمع للشباب. بعد كده ركزوا للشباب بتاع جنوب السودان مثل ناس بشير، ركزوا للشباب بتاع جنوب السودان، اليانج جنريشن بتاع نوير، يانج جنريشن بتاع الشلوك، يانج جنريشن بتاع معبان، يانج جنريشن بتاع 63 قبائل ديل. هم يعني تدخلوا معانا انه خلينا نفوكس على واقع، ما نمشي ورا السياسات. والدينكا كانوا ماسكين السياسة ده، قال انه ما بسقط هم ياهو الشطار، هم ياهو اساتذة بتاع السياسة. ده اذكركم حاجة، الحاجات دي يمكن في ناس كانوا ما جايبين له كبر. ساعة في حاجة اسمه ريد بيل زهر، ساعة كان في حاجة اسمه نيال دين نيال زهر، قال هو ضد الحركة الشعبية. الحاجات دي كان عايزين يعملوا بوه شنو؟ عايزين يراضبوا الجنوبيين إن يا كان إحنا دينكابور، إحنا ضد الفكير، وإحنا ما عندنا مشكلة مع أي زول. الفكير دي ما كويس، ده السياسات بتاع بور القلقلوا الفكير. شفت كيف؟ جندوا عساكر وقالوا ريد بيل وقالوا حاجات كتير. ده كان سياسات انه هم عارفين نفسهم هم ماشيين للفشل في دولة جنوب السودان. قالوا بعد كده احنا نعمل كريشن. لو انتم مذكرين الظهور بتاع بيتر بيل والحاجات الكل هو كان قاعد عامله، بتكاتبوا ناس وبنحارب سالفكير سالفكير الحاجات دي ما كان كده. الحاجات دي كانت سياسات انه هم عايزين يخشوا في الجنوبين تاني بسياسات، إن عشان يقولوا الكلام ده ما دينكا، الكلام ده سالفكير اللي هو دينكا ورب. الكلام ده ما سالفكير. أنا أقدر أقول لكم حاجة يا شباب، يا صوارين، يا معلمين النقو موديل دينكا في مناطقكم فعلانين دي. انتوا عايزين تخشوا بدن شوية كده كويس، عايزين تخشوا في بدن شوية كده، ولما تطلعوا من بدن انتوا دارين تكلموا مع ناس بون نوير. انتوا يا ناس بون نوير انتوا اشتغلتوا شغل نظيف يس، لكن احنا دارين بارغزال، احنا دارين بارغزال which is awil. awil ده احنا دارينه برضه كويس. awil ده احنا دارينه برضه كويس. دارين نسمع قرارات في awil. ليه انا قلت الكلام ده؟ ما تيانغانيور ده الكتل نوير في 2013 ده عمل مياتو دينكا، الكتل 25,000 بلس نوير انساك من قبائل التانيين دل 25,000 بلس نوير. دي ناس awil، ناس بول مالون، ناس متيانغانيور، ناس تجكوبين. دي اتفاقيات بتاع دينكا كان كيف ماشي كيف. ده كان حاجة ده صنعوا منه اللي هو دينكا بور. ديل المعلمين ناس منو، ناس الناس في ناس طبعا بيقول يا اخي ناس كل ما يانج ديل مالو ساكتين. كل ما يانج ده ما ساكت، ده منو قال لك هو ساكت. في ناس بيقول يا اخي
ناس ده بقول لهم منو ده في ناس بقول يا اخي ناس كول مانيان ورابيكا نياندين و تاني دمني يا اسمه يا ربي لقى ناس اسمه يا كما ما كلوه قال يا اخي نازل نايمين النازل ما نايمين دي ناس الماسكين جنوب السودان بلف شايفين جنوب ده ماشي كيف ده كله نازل حس ده الفكر لو اشتغل فيهم شغل الفكر بس لو لزع ما كلوه ده كده لا طرف وجلز ربيكا نياندين على طرف يقولوا لنا ناكلهم انتوا هتشوفوا قرارات ماشي كيف في جنوب دي ناس السياسيين الجاجا جنوب السودان ده كله دين كابور دي سياسيين اللقطة الجنوب ده كله دين كابور السياسات بتاعت انه دينكا دي قاعد انه يا مشكلة جنوب السودان ده دين كابور يا شباب لون وير يا ناس لون وير يا ناس ياو ياو مرليه ده شغل بتاعكم منطقة بتاع ورة ان شاء الله بكون منطقة بتاعكم كويس. ليه انا قلت الكلام ده؟ ما انا هنا زمان كلنا نسبة 90% ولا 95% جنوبيين احلامهم هم عايزين يكونوا فري من جلابة. يلا في جنوبيين كانوا بسط بسيطين اوكي هم بيقولوا الجلابة ما مشكلة، المشكلة ده يعود دينكا. يلا باقي جنوبين ديل عشان هم ما عندهم صبر للتحليلات، لأن وقت ده هنا في وقت بتاع الجاهلية، وقت بتاع سياسات، ما وقت بتاع تكنولوجيا ولا وقت بتاع الانترنت. انت لما تقوم ترشد اخوك جنوبي زيك تقول له يا اخوي حاجة اسمه اسبيلي ده اسم القاعدين يسوقوا ناس بالخلا. حاجة اسمه اسبيلي ده شريط تا غنى البليم إيه زول دير لابو غنى ده سمتو شنو؟ شرحابيل أحمد غنى ده اسمه منو؟ وحاجات دي. لكن في داك الاسبيلي ده ذاته هو حركة الدينكا ضد إيكوتوريا، وبعد كده كي عملوا كرييشن لحاجة سمتو اسبيلي. الكلام ده كان ماكو واقف في الراس ناس، الكلام ده جاب واقف في راس ناس. سادينكا عنده راية في أراضي تنوير، سادينكا عنده راية في أراضي تشولو، سادينكا عنده راية في أراضي تناس ما من قبيلة دينكا. ده وقت اللي دوب جنوبين بدأ يفهم الأقول تا دينكا هو زول حرامي غير سرقة ما عنده أي حاجة. الكلام ده طبعا الناس كانوا فاهمينه تمام كده، لكن هسه عشان احنا في العالم بتاع كمبيوتر بتاع التكنولوجيا احنا شفنا شنو؟ What did we see؟ احنا شفنا وسقط الدينكا كله في جنوب السودان. لو في دينكا الكويس it's not counting، ما بوصل ذاته 5% يا دينكا الكويس. طيب الدينكا الكويس ده هتتكتى وين؟
ده سؤال بطرح نفسه. دنك الكويس ده ها زي ناس بين القاعدين دل يكونوا قاعدين كده بس يرتاحوا كده في امريكا هنا، يجي بالشهادات بتاعنا كما بشير ويلكم تو جنوب السودان وكده، لان انت عملت 1 2 3 ما شفنا فيك هي قبليه. مثل زي ناس جون كورديل بن حميم نقول لهم يا اخي انت ده ما شفنا فيك هي قبليه. مثل زي ناس منو اي زول الما كده في خط بتاع القبليه في السوشيال ميديا. والواقع الحاصل في جنوب السودان ده طبعا ده بقى ناس جنوب السودان هناك، لانه الناس لازم تعرف المسؤوليه ده هو مسؤوليه، الغلط ده هو غلط، ما بنقدر نزيف الغلط تاني. ليه؟ عالم الكمبيوتر كويس. يلا كلمني رجوكم تاني ورا في انا كان قاعد اتكلم في شنو. ساعات انا قلت يا اخي كان جنوبين غليلين اللي كانوا عارفين انه حركه بتاع اسبيلا ده هو حركه بتاع الدينكا، هو حركه ضد الاستوين. عندنا في مجموعات كان لما انت تقول لهم كلام ده زمانك هم بيشيل بيبيوك برا حس ده بتمر رخيص، بيبيوك برا حس ده بتمر رخيص. عشان شنو؟ قال انه ده حركه كويس. كلنا قاعدين نسال نفوسنا في 21 سنه الدينكا ده كله فوق غابه ده هم عملوا كم خسائر في الجنوبين. اول خساره الدينكا عملوا طبعا بيقولوا الدينكا، ما بيقولوا قال يا اخي قال ده جون كرن ولا ده بيقولوا يا اخي هذا، لانه بيقولوا ده الدينكا، لانه نازل هم هو كانوا بيشيلوا مواطنين بتاع دينكا بيسكنون في كل اماكن في جنوب السودان. يعني امون يا بيجا كولونيوس نمبر 1 في جنوب السودان. مع المستعمر الكواجا زار كان برفوا في الدينكا كويس، بوزعهم في على النيل، بوزعهم في بار غزال، بوزعهم لحد في بور منطقه بتاعنا بتاع اكواتوريا بتاع مويا. ما كان عندهم اصلا اي تاريخ كويس. عشان كده انه هم في غرضهم لازم هم يتاكدوا انه هم قاعدوا الدينكات في كل اماكن بتاع جنوب السودان. والخطط ده بدا كيف؟ انه ياكي بودرز اوف جنوب السودان لازم يكون كله دينكا. هم جربوا في ايكواتوريانز وكان تارجت بتاعهم اكتر حاجه هم لازم دارين انه يسجدوا ناس نوير ولا على النيل انه هم يكونوا جزء لا جزء بتاع المسؤولين بتاع البوده. شفت كيف؟ طبعا ما برغزال ده خلاص هم ساطروا عليه، دمجوا لك قبيله لوا، ولوا قلبوا بقى جرتشول نما قلبوا بقى هم ما خلاص دمروا برغزال. هم الأولوية هم العددية بتاعهم عالي والحاجات دي. الحاجة اللي هم دارينه اللي هو على النيل ويستوية، وهم دمنا الاستوية والدمنا على النيل. يلا تعال هنا للموقف بتاعت الباور. ما انت عشان تعمل حاجات ده انت لازم تكون انسان ذكي وانسان كده سياسي نمن دخالي. انتوا مذكرين في الفيديو بتاع جون قرن لف في حول السوشيال ميديا، في زول سأل يا اخي انت يا جون قرن انت ليه قاعد تعبد في نوير؟ ليه قاعد تعمل نوير كعبيد بالنسبه لك؟ هو قال يا اخي نوير يا سوسايتي، دينكا يا سوسايتي. نو، دي كان سياسات بتاع قرن. هو عارف انه هو دمن نوير في يدينه، انه نوير سياسيا ما قوي كويس. عشان كده هو دمن، وهو كمان زول فلسفي، هو الكلب الراحل جون قرن. الزول ده لو كان موجود في جنوب السودان اليوم
الاستعمار الجنوبيين ما داقوا في حياتهم كان ده جونجران ده هيستعمر الجنوبيين على مستوى انه الجنوبيين ذاته ما هيقدر انه كيف انه يطلعوا انفسهم من الحته دي الحاصل في دولة جنوب السودان. فكرة الدينكا الدينكا ده وين؟ يا دينكا بوردا. يس ناس بيقول لك يمكن انا عندي personal problem مع دينكا بورو ولا كده. No, it's not about personal. It's about the facts. It's about the history. If it's about how they do the thing. الناس ما قاعدين يشوفوا. انتوا لو أسرع نذكركم حاجة. الناس المشددين أكتر حاجة مثلا دي رياض مشار منو؟ أكتر ناس المشددين أنت تتخيل سالفكير ولا دينكابور؟ كويس أنساك من إنه سالفكير ولا دينكابور. الدينكا ده كله ليه هم بكرهوا رياض مشار؟ كراهية بتام في الرياض بكان شنو؟ انتوا ما بتعرفوا الحاجات دي عشان الرياض مشار مضايقهم في المشروع بتاعهم. شفت كيف؟ مضايقهم قاعد معاه في المشروع بتاعهم. ما هو كمان داير حاجات وكمان داير كيكه بتاعه. وده حاجه طلع الدين بتاع دينكا والدينكا الاجراسيف ياو دينكا بور. اسمع لما كلوت اسمع السبيك بتاع ما كلوت from up and down from day one. يلا تعال هنا لربكاد نياندين كويس. يلا تعال هنا لكوال مانيان ساعد هو جنة ساعد الريد بيل ساعد جنة. هو قال شنو؟ قال ريد بيل قال يمشي لهجوم يحارب برضه يحارب نور. يا ليه حاجات دي كله قاعد يحصل؟ انا داير الجنوبيين خليهم يمسكوا الكيس بتاع جنوب السودان ده من فوق. انا ما داير الجنوبيين يمسك الكيس بتاع دولة جنوب السودان ده من تحت. امسكوه من فوق وتعال انزل بو تحت. تعال انزل بو تحت. لو جونجران ده هو كان هنس هو زول كان مثلا زي ناس راسهم فكي هم شايفين جونجران ده هو زول نسيان. ليه هو ما اختار اي زول الا سالفكير؟ ليه هو قتل ويليام نيون؟ ليه هو قتل سايمون جاتور؟ ليه هو قتل الليدرز المسؤولين الاول في المشكله جنوب السودان؟ ليه ابل علي كان بحارب الحركه نيوان؟ ويليام نيال دين نيال الابو بتاع نيال دين نيال ليه كان بحاربوا؟ ليه الناس كانوا اكتر حاجه بحاربوا جنوبين؟ ليه الان من قبيله بتاع منداري ما قادر يفتح خشمه في حاجه الدينكا عملوا فيهم؟ على فكره قبيله منداري ده عايزين يدخلوهم في معمل بتاعت المستشفيات عشان يشيلوا منهم الحاجات اللي هم شافوا في حياتهم. ده جونجران. شفت كيف؟ قبيلة مندار ده من قبائل ما ناس بتاع شكله ما ناس عندهم مشكله ما هي زول. ناس بس هم مال بقرات بتاعهم ياهو بيشيلوا لحد في سوق ناس سوق رجال ما في بيشيلوا لحد وين. ده برنامج تاتومون ما عندهم اي مشكله مع اي زول. الكلة مندارك ولا دي من بطن امه كده فلوت وما كلاجين كوب بتاعه طوالي في دين. جنا مندارك جا بطن هو قاعد يضرب تلقى ده جنا مندارك. ليه؟ لانه حاجه ده اثر في جلدهم. حاجه الدينكا عملوا فيهم. منداري من قبيله ما بتاع سلاح ولا تشكله ولا عنده مشكله مع اي زول. الدينكا عملوا فيهم. الدينكا عملوا فيهم نازل قتلهم كتل كلاب. مربوا قتلوه جنب قتلوه
شنو بيقاتلوا ده في ده اول ريفنج، ده تاني ريفنج بتاع دينكا في كوتوريانز. ده هون منداري قتلهم كتل كلاب، منداري تركيكا، منداري تالي، منداري شنو نازل دقوم قتلهم كتل كاب. الله يرحم أنكل ماكليلي كام، يابا كليمن كونغا جام، نازل كان عمل بيدين من حاجات الكوميونيتي، أمون كان كامل حاجات تاني براو. النازل جاء دخلت وانا الكوميونيتي إيه جنة منداري كولا دي كده ما تلقى في سلاته في راسته، عصاته في دنته تاني. دي منداري اليوم اللي تكون كان 20 دل منداري في جواباتهم أمو كدربو كلانشين كوب، منداري في داك الباطن أمو كدوغو غارنيت أو كدوغو كلينكيت أو كدوغو يايا. زمان قاعد أقول لكم دينكا من أوسط قبيلة في دولة جنوب السودان. أنا قلت الكلام ده للصوارين للشباب اللي في الأرض الواقع. إنتوا ما قادرين تخشوا جيوان ده، انفقوا الدينكات دل في مناطقكم دل. إنتوا يا ناس بولنوير افتحوا الطريق، افتحوا الطريق ده. أي زول ده يمشي يركب دينكا في وراب وين اللي يمشي افتح لهم الطريق. دي حرب الحقيقية للنهاية جنوب السودان، وجنوب السودان ده يكون من أحسن دولة في العالم. لأن الوثائق اللي كان بداية الجنوبيين من سنة 1956 الوثائق الليلة ظهرت نفسه الوصانين ديل كان ناس منو؟ هل ده جلابة؟ هل ده الإنجليزيين؟ هل ده البريطانيين؟ هل ده ناس منو؟ شفت كيف؟ عشان كده انا لسه بقول كونجراتيليشن للشباب اللي اشتغلوا الشغل في اتجاهات ومنطقه هناك في على النيل ده. كونجراتيليشن يا زول. هوي انتوا شوف كلام ده من قلبه لقلبه، من قلبه لقلبه. That's how you can make the enemy feel your pain. ليه انت ما عايز تقتل مواطن تدينكا؟ لو مواطن تدينكا ده دينكات تومون السياسيين دل لما يقتلوا ناس في مناطق هم بيجيبوا دينكات المواطنين بيقتلوا في مناطق ده. سو دينكا هو كولونياس نمبر 1 في دولة جنوب السودان. لكن ربنا قال انه حاجة اللي تقدرين تعملوه في جنوبين ده اعملوه في وقت بتاع الانترنت، عملوه في وقت بتاع الكمبيوتر، عملوه في وقت بتاع انه ما في حاجه اسمه السياسه، عشان العالم قد يشوف انتوا يا ناس يا دينكا. العالم اوريدي عارفينكم، جنوبين اوريدي عارفينكم. انتوا يا هو مشكله في دولتنا جنوب السودان. لازم الدينكا يدوق طعام بتاع الموت شويه. 21 سنة جنوبين قاعدين يكورك في على النيل، في بحر الغزال، في اسطوية، في كل مناطق باسم الدينكا. يا هو بقتل دينكا، يا هو بقتصد دينكا، يا هو حرامي دينكا، يا هو قتل الرقبة دينكا، يا هو مونغول دينكا، يا هو كده دينكا، يا هو كده دينكا، يا هو حاكم دينكا، يا هو يا جماعة. هو يا شباب جنوبين ما قادرين يتنفسوا من هذا الذين اوسخ قبيله في دوله جنوب السودان. بعد ما هم يتاكدوا هم فعلا يتمكنوا قالوا بعد كده نمشي نقتل الاخوان الشماليين في شمال السودان. قالوا بعد كده نمشي نقتل الشماليين. الاكتسابات الحاصل في شمال السودان ده انتوا قاعدين يصيدوا ده منو؟ اصحاب الفكره ده منو؟ ما ده دينكا. دينكا الجنجويدي نمبر 1 في دولة السودان قبل جنوب السودان. الشماليين دل يس هم دخلوا جو السودان يا جو الجنوب يا، لكن السودانيين دل
كانوا ما يغتصبوا الجنوبيين كلها، صح؟ لو في اغتصابات حصلت بيكون حصل في معالج معينة وكمان في الناس معينين، صح ولا غلط؟ لكن الدنكا عملوا في الجنوبيين، ديات الجنوبي الدنكا ما اغتصبوا، ديات الجنوبي الدنكا ما قتلوا، ديات الجنوبي الدنكا ما شال حقه. انت حتقدر تناقضني في الكلام ده؟ ما حتقدر تناقضني خالص. كويس؟ يعني الجلابة الزول الغريب جاء من يمن ولا وين احترم الشعب السوداني، قد مكان الشعب السوداني. ساعة كنا بنحاربهم هم كانوا بيحتفظوا بالمواطنين الجنوبيين. احنا ناس بشير ليلة ربنا، سواء في الجنوب سواء في الشمال كانوا في احترام من الشعب الشمالي للجنوبيين. لو كان الشعب السوداني ناس وسخانين كانوا كملونا ذات، كانوا كملوا حاجه اسمه جنوبيين. ليه؟ لانه احنا كنا بنحاربهم، لكن هم ما كانوا قاعدين يحاربوننا، احنا كمواطنين اللي عايزين نعيش، صح؟ لكن شوف الدنك من ما مسك السلطه هو قاعد يحارب منه. سؤال بترى نفسه، من ما حق جنوب السودان ده انفصلت الدنك قاعد يحارب منه؟ هم الماسكين الحكومه واي حاجه هم قاعدين يحاربوا منه. المواد العسكريه كويس مستخدمينه في مواطنين، مستخدمينه في مواطنين. انه الحاجه اسمه المواطن، ما الدنقاوي ده، ما الدنقاوي ده لازم يتركب، لازم يترحل لله. والاراضيهم دل احنا نقود فيهم عيال الدنكا في كل مكان. شفت كيف؟ شفت كيف؟ 21 سنه وماشيين ل 22 سنه. دي امال الدنكا في النان دينكا 63 قبيله، وفعلا قدروا انه يستعطروا في 63 قبيله. لكن عشان احنا قاعدين برا هنا في السوشيال ميديا في التلفزيونات بتاعنا الصغير بنرسل كتابات انه لزول الفعلا عنده قلب لاحد عامل لنا 1 2 3. هل انتوا عاملينه ده؟ انا كابشير جيت لكم برا في فيسبوك قلت لكم انطلقوا لقدام. ليه انا قلت لكم انطلقوا لقدام؟ انا دايما بشجع الصح، انا دايما واقف في الصح وين، وانا بتمنى القتل في الدنكا ما تجيف الا بعد 21 سنه ولا 22 سنه في دوله جنوب السودان. ولو في زول هيوقف القتل ده، الزول ده انا داير اكد لك كان ديات الرئيس جاي قال هيوقف القتل بتاع الجنوبيين وفي الدنكا، هيكون في تشققات، هيكون في تمرد لسه في دوله جنوب السودان. لانه الجنوبيين اللي هو 63 قبيله ديل قلوبهم ديل كله مجروحه. حس ده شغل نوير اللي هم شغالين انه يدفع الطار بتاعهم. لسه شغل ناس بشير ما ظهر، لسه شغل ناس الشلوك برضو ما ظهر، لسه شغل ناس معبان لسه ما ظهر، لسه شغل ناس انيوك بيبول ما ظهر، لسه شغل ناس منداري ما ظهر، لسه شغل ناس باري ما ظهر، لسه شغل 63 قبائل ده لسه الرد الفعل بتاعهم لسه ما في لسه بين وير بس. كويس؟ فالشغل ده لازم تكون 21 سنة ابن الدنكا يقتلوا زي ما هم قتلوا الجنوبيين في 21 سنة وماشي ل 22 سنة. لأنه لسه عندنا في واحد قتلوه أول امبارح ده، أول امبارح ده في جاجوبة بنهار كده سكو كده جرى منطقة بوليس، وبوليس ذاته كمان مسكو ذاته وتموا لك بطلقة. كويس؟ فانتوا دنكا عندكم خيارين في دولة جنوب السودان، يا تطلعوا برا من دولة جنوب السودان، يا البيف ده ما جاي تنتهي، الريفيل ده ما جاي تجيف. ده بتاع نوير حصل اللي انتوا بتقولوا عليه بتاعنا ده لسه. شفت كيف؟ فيا جماعة المهم بالاختصار اجيب لكم برا اقول لكم يا معلمين يا شباب كان انتوا ناس بول نوير فعلا انتوا عملتوا كلام ده انا بحييكم والله. انتوا الرجال، انتوا بول نوير، انتوا عملتوا كلام ده، انتوا الرجال،
انتوا في راسه والله. انتوا لو عملتوا كلام ده انتوا الرجال، وده شغل احنا دايرينه. كللنا ناس نوير التانيين بتاع ما يوم دل سجمانين دل، وهم ذاتهم نوير التانيين في ما يوم دل هم دايرين يكونوا رجال برضه، يدوموا نفسهم مقبول عشان برضه يكون نظافه ده يكون شغال بالطريقه صح. على النيل يجي لبار غزال وكده وكله لحد ما نجي لجنجوله هنا تجابور هنا، لازم النظافه دي تكون موجود كويس. والناس الموجودين في دجاجة ايكوتوريا ايسترن ايكوتوريا هناك ناس لازم يبدا هناك، نمو ده لازم ناس يرحلوهم لبخور، يرحلوهم على بخور كويس. الشغل ده لازم يكون كده. اتقوا الناس الموجودين، نمو ده الدنكل في نمو لازم يتمسح تماما، لازم يتمسحوا تماما. انتوا ما ضروري تمشوا مع العساكر وين، امشوا مع المواطنين، دقوا المواطنين دل ودوم لله، ودوم لله بيع اطفال بتاعهم ودوم لله. هم ما كل حاجه في اطفال بتاعتكم، هم ما كل حاجه لاجهزه بتاعتكم، هم ما كل حاجه لحبوبات بتاعتكم، هم ما كل اي حاجه لاهلكم، حتى مره عجوز بنيكو ده زول حي. ده الشواطين، الشواطين لازم تدقوا بتلقى ده شغل الشيطان بدقوا ميت وبلقوا حجر لحد ما يموت، بلقوا حجر لحد ما يموت. ما هو شيطان، هو ابليس، هو كافر، هو زول ما عنده الله، هو زول ما بيعرف الله. اسمعوا الكلام ده كويس، ده رسالتي لكم يا شباب، انطلقوا لقدام. وانا بقول الكلام ده هنا انا ما فاضي، ما فاضي. الحق ده انا بقوله في عينك. انت صاحبي انت ما صاحبي ده مشكلتك، انت اخوي انت ما اخوي ده مشكلتك، لكن الواقع ده ما فاضي. انت زول مسكين ده يا زول اقعد بعيد من المساكين واسكت بس قفل الكشمه. النكم ده ما شغال، ما في نوير قاعدين في جيوان هناك بقتلوا في نوير، هم قاعدين باكو راجع بتاعهم ده شغالين وي 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 وي. يا انت برضه تسكت بس لما الشغل يكون شغال في مناطق دينكا. يا شباب، يا شباب شلوك وي قوموا فوق يا زول، انتوا شباب دل بتاع شلوك دل قوموا فوق. ناس بدان دل لازم دارين نسمع صوتهم بكره قاعدين يكوركوا. ناس بدان دل دارين نسمع صوتهم يا جماعه. وي يا ناس شلوك قوموا فوق يا زول، قوموا فوق. ناس بدان دل دارين نسمع صوتهم يا زول. وبعد كده رحل القضيه دي لبحر الغزال اللي هو من منطقه عويل. عويل ده لازم يدفعوا الثمن، لازم يدفعوا الثمن. ده هو منطقة ده هو ناس فعلا قتلوا نوير قتل وسخن. لكن طبعا انا ما بقول عويل ذاته برا، بنقول بس حاجه اسمه دينكا دي بس. دينكا دي بس لازم يدفع الثمن في دولة جنوب السودان مدة 21 سنة مع المواد العسكرية بتاعت دولة جنوب السودان والذخائر بتاعت دولة جنوب السودان تموا في المواطنين. عملوا بو شنو؟ حاربوا بو افغانستان، حاربوا بو منو؟ ما قاتلين بو الجنوبيين بس. ها دولة جنوب السودان دولة الكفار، ها دولة المستعمرة الدينكا، منطلقات بتاع الجنوب كله. الذخائر يا زول هي شغل ده دقوا مواطنين 21 سنة يا شباب. عشان كده انا بقول انه انتوا قريتوا راسي تمام. الشباب اللي اشتغلوا شغل في منطقة دينكا وين في على النيل ده، يا اخي انتوا معلمين يا زول. اشتغلتوا الشغل كده يا اخي، شربت لي 4 قزاز بتاع المويه اول امبارح. يا اخي انا بشيل المكيف بقيت بمسك راسي كده يا دي يا تنورا وقرموا كده، دي يا دموا القرموا كده. انا افتكر بانه الرسائل ما قاعد اوصل، لكن انا اقتنعت عديل كده الرساله وصل. انت لازم تصرف في حاجه عسكريه، دي ما تصرف. لبسنا كاكي ده ما ساكت، لبسناه كان باسباب كويس. يلا في العسكريه حاجه اسمه التصرف ده في كويس، وحاجه اسمه تقلف التعليمات ده فيه. مش قالوا ما تخشوا جوبا ده برجلات، خلاص خشوا مناطق الجنگ بعد كده حكم حق عشان يعرفوا انه شيل الارواح بتاع المساكين ما كويس، قتل اطفال ما كويس، قتل مرة حاملة ما كويس، قتل حبوبات ما كويس، قتل عجائز ما كويس. دينك لازم دارين ندوخ هم يكو قاعدين يكوركوا كيف جاز بتامنا ما يقتلوهم ونما نيكم. انتوا نوير تبتو ما قانتي نيكو، انا مالكم ما قانتي نيكو. انتوا تقتلوا بس ساكت، ما نيكو كمان يقتلوا نيكم بعد كده يقتلوهم. ما دي حاجات ما عملوا ايامات الفات ده في اللون نوير.
مش بيغتصب النساء وبيغتصب العيال ويلا بعد كده بيكون بيقتلوهم. انتوا عملوا النظام ده ورسل لنا الفيديوهات. احنا ده بنتم عليكم الاعلام الحلوه كده، يكون هي زول بنبسط. ما احنا دارين انه دارين نشوف وجع ده ما جرى مع الدم، ما دارين نشوف حاجه ده بوجع ولا ما بوجع. دي الحاجه اللي احنا دارين نعرف بوجع ولا ما بوجع. ها ها يا زول خي شباب انتوا معلمين يا اخي. جيت لكم تاني مره، ما انا عملت فيديو في التيك توك شكرتكم، جيت لكم برضه هسه في اللايف فيديو برضه قلت انا اشكركم برضه. انتوا ما معلمين. ده عنده تصرف في العسكريه، عسكريه قال لك انت تصرف. ما في جوبا خلاص في دينكات هنا نمشي لهم حكوم. ها معاكم تحيه يا شباب. بشير من الولايات المتحدة بقول لكم يا شباب انطلقوا لقدام بس. بل لا يوم الدين يعني الناس مدين قاعدين كوركم بس لمدة 21 سنة. نوير كملوا بشغلكم واحنا شغلنا جاي، واحنا حقنا ده بموك. في ناس كده بس بودر بنقول له ريس ان بيس، بتاعنا ده بموك، بتاعكم ده دقوا بس كده يا زول. احنا نعمل لكم اعلام. حقنا ده والله لازم بشواطين بكواجير باي حاجه. ناس لازم اجلس من الجنقاوه ده والله لازم ما يرتاح في ارض الجنوب ده، لازم يرتاح في ارض اللي هو عارف نفسه هو بلونج هو منه. يلا يا شباب اديكم العافيه. زي ما انا قلت انا الرساله ده مختصر، وفعلا هو مختصر، وانا بقول لكم مع سلامكم. وشباب اشتغلوا شغلكم يا بول نوير. هوي يا شباب، هوي انتوا الرجال يا زول، انتوا الرجال يا زول، هوي لازم تشتغلوا شغلكم يا زول. شكرا لكم يا شباب.